بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير أو مساء الخير فين ما كنتم في الكون. في جملة الحقيقة كل الناس بتقولها، اللي هي إيه؟ الدنيا مش مستاهلة. طيب، هو حقيقي إحنا مصدقين الجملة دي؟ وهل الجملة دي حقيقية بجد؟ طيب، الدنيا مش مستاهلة عادة بنقولها لما بنكون يعني في حاجة مزعلانا. فعلا الدنيا مش مستاهلة ان احنا نزعل من بعض. الدنيا مش مستاهلة ان احنا نشيل ضغائن من بعض. الدنيا مش مستاهلة ان احنا نعمل مشاكل عنيفة علشان نوصل لأهداف ممكن تتعارض مع مصالح ناس بنحبهم. فعلا هي الدنيا مش مستاهلة الحاجات الوحشة. الدنيا مش مستاهلة معفرة على الفاضي والمليان. الدنيا مش مستاهلة ان احنا نخسر بعض عشان مجرد نكسب معركة او نكسب حوار. كل الكلام ده حقيقي، بس احنا لما بنقول الدنيا مش مستاهلة لازم نصدق ده. يعني احنا للأسف دايما بنقولها ومع ذلك بندخل هذه المعارك وبنختلف وبنخاصم بعض وبنطلق يعني بنعمل مشاكل كتير جدا، بالرغم ان احنا عارفين ان الدنيا مش مستاهلة. وان احنا يعني الناس مثلا اللي بتاكل ميراث بعض، الاخوات اللي بياكلوا ميراث بعض، هل الدنيا مستاهلة او الفلوس مستاهلة ان هم ياخدوا ذنب زي ده؟ اكيد مش مستاهلة. اكيد مش مستاهلة انهم في الاخرة يتحاسبوا على حاجة كبيرة قوي زي دي، او ان حد يأذي حد او ان حد يظلم حد علشان فايدة ليه. هل الفايدة دي فعلا مستاهلة؟ الفايدة الدنيوية دي مستاهلة؟ لا، مش مستاهلة، واحنا عارفين ده. ومع ذلك للأسف أحيانا كتير بنعمل ده. فلما نقول الدنيا مش مستاهلة عايزين نقولها واحنا مصدقينها قوي، واحنا من جوانا حاسين في استشعار بالإحساس ده فعلا إنها مجرد دنيا من الدنو، وإن هي فترة مؤقتة، وإن هي في الآخر المفروض إن الآخرة هي دي اللي مستمر. بس هل بجد الدنيا مش مستاهلة؟ الدنيا مستاهلة بقى إن احنا نعيشها حلو. الدنيا مستاهلة إن احنا نحاول نمسك في أي حاجة تبسطنا. الدنيا مستاهلة إن احنا نعيشها مع ناس حلوة، وإن احنا نبقى حلوين. احنا نبقى من جوانا كويسين، من جوانا عايزين الخير للي حوالينا زي ما عايزينه لينا. الدنيا مستاهلة ان احنا نستغلها بالشكل الصح علشان توصلنا للمكان الصح اللي هو الجنة. ده الهدف الأساسي. فإذا لازم نعرف ان دنيتنا مستاهلة ان احنا نعيشها كويس، علشان هي دي اللي هتوصلنا لهدفنا الأساسي اللي هو الجنة. يبقى الدنيا مستاهلة كل حاجة حلوة فينا وفي اللي حوالينا. لو احنا فعلا صدقنا ده، ان هي مش مستاهلة كل حاجة وحشة، مش مستاهلة اي حاجة اذى، ومستاهلة انها تتعاش كل يوم بأمل جديد، بهدف جديد، بحب، بطيبة، بجدعنة، بكل حاجة حلوة. لو احنا صدقنا ده وعملنا ده بجد، أكيد هتبقى حياتنا سكر. معاكم سكرة التنمية البشرية هالة سكر. ما تنسوش سبسكرايب ولايك ويا ريت شير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.